بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام. ومرة أخرى مع وكالة ميموزة أسفار. في البدء صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ونعم، فمع وكالة ميموزة أسفار فهي دائما تحرص على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتساعد معتمريها على استغلال كل لحظة في رحلتهم إلى بيت الله الحرام. من أبرز ما قدمته في عمرة شهر رمضان الماضي هو الفرصة الفريدة لأداء 3 عمرات في عمرة واحدة. نعم، 3 عمرات في عمرة واحدة، حيث خصصت العمرة الثالثة لتكون عمرة رضاء الوالدين، هكذا أسماها الحاج عبد الهادي الصبان، بنية البر بالوالدين والدعاء لهما. عمرة الوالدين أو عمرة رضاء الوالدين كانت تتويجا لهذه الرحلة الروحانية، إذ أتيحت الفرصة لكل معتمر ليؤدي عمرة إضافية عن والديه، سعيا لنيل الأجر المضاعف في هذا الشهر العظيم الذي تتنزل فيه الرحمات ويستجاب فيه الدعاء. نعم، فميموزة تسعى جاهدة لتوفير كل سبل الراحة، مع الحرص على أن تكون كل خطوة مفعمة بالإيمان والسكينة. ومن خلال هذه التجربة الرمضانية منحت المعتمرين شعورا عميقا بالطمأنينة، وجعلتهم يعودون بذكريات لا تنسى عن رحلتهم المباركة. وفي الختام أرجو ألا تنسوني من صالح دعائكم، وأسأل الله أن يكتب لكم الأجر الكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 20 معهم معتمرين وكالة ميموزة متوجهين إلى مسجد أم المؤمنين عائشة لإعادة العمرة سميناها عمرة رضاء الوالدين. نسأل الله تعالى أن يوفقهم ويسر لهم إن شاء الله عمرة رضاء الوالدين. لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد احنا شفنا عليك الحاج، تبارك الله، ما شاء الله عليك وعلى الجروب ديالك والجماعه ديالك، ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله جنده وعز جنده ونصر عبده ونصر